هي بتهزر ولكن بتضرب الكلام اللي بتسعى للتميز في بيت العيله. هتبقي ايه يعني؟ هتاخدي التاج؟ هتتنصبي على العرش؟ تلاقي مره واحده البيت كله معزوم عندك على الاكله اللي انت بتعرفي تعمليها، وتوكسي مش هتقدري تعملي كل ده. لو اتكلمتي باي حاجه حلوه هتنتهي، هتفنى. النبي ده لو عامل لك ايه هيعتبر ان انت غلطانه طبعا، ما انت اللي استفزتيه، ما انت اصلا مستفزه، ما احنا عارفين. طول ما الاماكن بعيده بنفضل حبايب. اي حد كده اول ما بتقربي منه قوي وبتشوفي عيوبه وهو بيشوف عيوبك بتحصل مشاكل. ولو فتحتي باب الهدايا اللي كل ما حد يعجبه حاجه خدها، حتى لو زياده عندك، ما تقوليش خدها لسبب، يبقى عينه على حاجه تانية وعلى حاجه تانية، وحرفيا بعد كده مش هيبقى عندك حاجه اساسا. وبعد كده لو ما اديتيش هتبقي انت الوحشه والبخيله واللي كنتي بتعملي واتغيرتي، وهتبقي فعلا بالنسبه لهم اتغيرتي، ما يعرفوش ان انت خلاص خلصتي حاجتك. لو ساكنه في بيت عيله فزيك زي بقيه الناس اللي في البيت كده. كله لو بيعملوا حاجه مشتركه لازم تشتركي معاهم، مش تبقي قاعده بقى اصل انا مش عارفه عينيا، اصل انا ايدي اتعورت، اصل انا صباعي اتكسر، اصل الصبح سهرانه لحد الصبح وما نمتش وشغل. يعني طالما كله بيعمل خليكي متعاونه واعملي معاهم، لكن ما تبقيش انت الخادمه بتاعت البيت كله. لكن لو حد بيعمل حاجه ما فيهاش حاجه ان انا اساعده، هنتجمع وهناكل كلنا، اقف واعمل اكل مع الكل، لكن ما اكونش انا الخادمه بتاعت البيت. العيله اللي انت رايحاه لو انت مش بتاكلي كل يوم في شقتك وبتتجمعوا كل اسبوع او كل اسبوعين او حاجه تاكلوا عند حماتك او عند اهل جوزك، ما تتجوزيش بالطريقه دي. تتجوزي لو بتتجمعوا كل اسبوع كل اسبوعين. حته ان كل يوم اكل بقى مع بعض وتجمعات وتبقي ما بتعمليش اكل في بيتك، حرفيا في ظرف كام اسبوع هتحصل مشاكل كتير جدا وانت مش هتطيقي. اذا كان اهلك اللي هم اهلك باباكي ومامتك واخواتك كده بتختلفي معاهم لما بتقعدي معاهم باستمرار. خدي بالك في البدايه بتبقى فتره اصدار الاحكام، هم بيحكموا عليكي في اي حاجه انت بتعمليها، بيبداوا يحكموا عليكي سواء بالخير او بالشر، على فكره مش شرط في حاجه وحشه. بالنسبه للسلايف اللي بتبقى في بيت العيله سواء في سنك او اكبر منك او اصغر منك، علاقتك تبقى بيهم كلها كويسه، ولكن ما تحتكيش بيهم احتكاك زياده عن اللزوم. مش كل يوم قاعدين عند بعض، بتشوفوا بعض زي ما بتتجمعوا عادي عند اهل زوجك، لكن ما بتتجمعوش مع بعض في قعدات اللي هو انت وفلانه مع بعض او انت وفلانه وفلانه مع بعض، لان دي حرفيا مفيش كام شهر وهتلاقيها عملت مشاكل وولعت البيت تقريبا. خليكي دايما واخده حرصك كده. انت لو ساكنه في بيت غريبه تقعدي تخبطي على الجيران وتتكلمي معاهم؟ لا طبعا. فيبقى خليكي في شقتك كده وقافله على نفسك، بتحتكي مع الكل بحدود. حاولي لو في مشاكل مع زوجك صوتك ما يبقاش عالي عشان خاطر اهله محدش يتدخل، وهم اهله في الاخر، يعني هم اهله هينصروك انت مثلا. النبي ده لو عامل لك ايه هيعتبر ان انت غلطانه طبعا، ما انت اللي استفزتيه، ما انت اصلا مستفزه، ما احنا عارفينك. وخليكي دايما مالكيش ملكه، مالكيش حاجه تعصبك. بيقابلك في بيوت العيله حاجه غريبه جدا، شخصيه كده ما بتعرفيش جاتلك منين، بتهزر. هي بتهزر، خدوا بالكم من الكلمه دي، انا بتك عليها وبترك عليها. هي بتهزر ولكن بتضرب الكلام. بصي يعني بجد حرفيا تبقى هتولعي في نفسك كده. هي بتلقح عليكي وبترميكي بالكلام، ولكن هي تحت مسمى بتهزر. الشخصيات دي لو انت جيتي اشتكيتيها او قلتي دي هزرت معايا او قالت لي كذا والكلام ده ضايقني، هتبقي انت الوحشه. يا عليكي ده انت بومه ما بتقبليش الهزار. يا جماعه بهزر، انا دمي خفيف وانتوا عارفين. وهي اصلا حربايه متحركه. يا اما تتعاملي معاها بنفس الاسلوب، يا اما لو مش بتعرفي وانتي مش هتقدري خلاص تتجاهلي الهزار وهي وخلاص. في دايما واحده في البيت العيله عامله نفسها الرئيسه. انا محدش بيشرب الشاي دوت غير من ايدي انا، محدش بيعمل كذا الا من ايدي انا. دي عامله نفسها الفرد وهي اصلا اكتر واحده مهروسه ومتداس عليها. لكن دي ما تحاوليش تاخدي مكانها ولا تحاولي تحتكي بيها، كلامك معاها عادي جميل جدا. يا ستي عايزه تعمل ما تتنيل تعمل، هو احنا ناقصين؟ ما تعمل. انت عايزه تاخدي مكانها ليه؟ انا مش قادره افهم بصراحه. في واحده تحب تقولك لا انا اللي ابقى مميزه. هتبقي مميزه في ايه؟ اللي بتسعى للتميز في بيت العيله هتبقي ايه يعني؟ هتاخدي التاج؟ هتتنصبي على العرش؟ مفيش اي حاجه هتقوليها غير ان انت هتبقي مهروسه طول النهار والليل وظهرك ده مكسور. هقولك على حاجه، لو حد ضغط عليكي في بيت عيله وطلب منك حاجه انت مش عايزه تعمليها، اعمليها وحش. والله لو عملتيها وحش ما حدش يطلبها منك تاني. يبقى انا ما بعرفش اعملها، لو قلت ما بعرفش اعملها هيقولوا عليا بحور. بلاش دايما تتكلمي عن بطولاتك وانجازاتك والاكله اللي بتعرفي تعمليها، عشان هتلاقي مره واحده البيت كله معزوم عندك على الاكله اللي انت بتعرفي تعمليها، وتوكسي مش هتقدري تعملي كل ده. خليكي دايما انا مبتدئه، انا بحاول، انا بجرب، يا رب ابقى حلوه، يا رب ابقى جميله. في بيت العيله ما تتكلميش عن جوزك خالص، لا بحلو ولا بوحش، عشان ما تقوليش انا مش هذكره بوحش هذكره بحلو. اتوكسي مش هتلاقي حلو تاني. لو اتكلمتي باي حاجه حلوه هتنتهي، هتفنى. مالكيش دعوه لا بحلو ولا بوحش، اللي هو اي حد يقولك حاجه ان شاء الله والف الف مبروك. طب انتوا كويسين مع بعض؟ الحمد لله. بس
حد بيبقى مختلف في البدايه، وفعلا هو هيبقى فيه اختلافات، بس ما تقعديش بقى تتكلمي اصله حنين عليا، عشان بعد كده هتلاقي الجزمه جايه على وشك كده خبط كده، اصله بيحس بيا. والنبي بلاش الشغل ده، ها يعني بلاش الشغل ده، سواء كان بيعمله او ما بيعملوش، ما تحكيش لحد الكلام ده، لا حلو ولا وحش. خلي دايما جوه بيتك سر، فرضنا صوتك عالي وحد سمع حاجه او كده، لا تذكري تفاصيل ولا تبرري ولا اي حاجه. يا جماعه في ايه، او حصل خير، مفيش حاجه، كلام عابر ما بيننا، الحمد لله حصل خير، مفيش حاجه. وخلي كمان جوزك يبقى زيك والنبي، ما يبقاش من النوع اللي ويقعد يحكي بقى دي عملت لي وسوت لي وقالت لي. الشكاي ده اساسا من البدايه ما تتجوزوش، هتتجوزيه وفي بيت عيله ده انت هتتفرمي. اخوات جوزك نفس الكلام، ما تقوليش دول اخواته، ممكن تبقى اصغر منك اساسا بس هي سوسه. فاتعاملي مع كله كويس وكل حاجه، بس ما تتدخليش قوي. بيت العيله اصل صعب جدا. عارفه لو انت ساكنه في بيت عادي اقول لك اتحبي واقعدي وروحي وبتاع كل فتره، لان طبيعي مش هيبقى كل يوم، ومش هتبقي كده مهروسه معاهم والدنيا ضايعه وعارفين عنك كل حاجه وشايفين طالعه بايه وجايه بايه. غير ما بيكون الاماكن بعيده بنفضل حبايب، طول ما الاماكن بعيده بنفضل حبايب. اي حد كده اول ما بتقربي منه قوي وبتشوفي عيوبه وهو بيشوف عيوبك بتحصل مشاكل. مش شرط بس بيت العيله هو اللي فيه حاجات مش قد كده، في كمان بنات بتخش بيت العيله بتخربه. حرفيا في واحده ممكن تتجوز في بيت عيله تقلب البيت كله على بعضه، ممكن تطلق ناس، يعني من كتر ما هي سوسه وعقربه فعلا، تنقل كلام من هنا لهنا وتوقع الدنيا عمدا وتطلق ناس فعلا. في واحده فعلا مستفزه اللي قافله على نفسها بزياده. انت متجوزه في بيت عيله قافله على نفسك بزياده ازاي؟ انا مش فاهمه. لا عايزه جوزها ينزل عند مامته، ولا هي نفسها عايزه تنزل، وحتى ما بتنزل على الاكل ولا على مش عارف ايه، مش عايزه تمد ايديها في حاجه. ما هو ده مش طبيعي. انت متجوزه في بيت عيله وعارفه انك متجوزه في بيت عيله، طبيعي ده مش هيكون يوميا. انا شايفه ان ده ما ينفعش يبقى يوميا، بس لو اسبوعيا او كل اسبوعين او كده عادي، ما فيهاش حاجه المره اللي هنزل فيها. ما انا ممكن اقف في بيتي او في مطبخي اقف معاهم شويه، ما بقاش غبيه يعني. مش كل بيوت العيله وحشه، ولكن الاغلب مش موضوع انه وحش، موضوع ان احنا مختلفين. انتي ثقافتك وبيتك وبيئتك غيري، فطبيعي احنا هنبقى مختلفين. فاحنا بنحاول نوازن الاختلاف ده ونحترم اراء بعض. ممكن يبقى البيت ما فيهوش اي مشكله، لكن المشكله عندها هي داخله اصلا مترقبه ان بيت العيله هيحصل فيه مشاكل، فبدات هي بالسوسنه. مفيش واحده تيجي تقول لك انا عايشه ومبسوطه وفي بيت حماتي والكلام ده واهل جوزي ومبسوطه معاهم. مفيش واحده هتقول كده، حتى لو ده حقيقي هي مش هتقول كده عشان ما تتحسدش اساسا. فاللي شائع ان في مشاكل، احنا هنحذر وهندخل زي ما قلت لك، هتعملي كل احتياطاتك ان انا مش هختلط بحد زياده عن اللزوم، مش هبقى قافله قوي ولا فاتحه قوي، مش هخلي حد يتطاول عليا ولا ياخد حاجه من حاجتي ولا حد يغلط فيا، وفي نفس الوقت ما اعملش مشاكل. في ناس وظيفتها بس ان هي تتكلم عليكي، يعني واحده طول ما هي قاعده هي شغلها الشاغل، مش انت بس، شغلها الشاغل كل اللي في البيت. دي فلانه خرجت، دي فلانه جابت، دي فلانه اكلت، دي فلانه شربت، دي رويتر كده بتاع العماره، انك مش شايفاها. انت بتعملي احتياطاتك وبتسلمي عليها وبتكلميها، ما تقوليش اول ما تشوفيها هي لهوي، لا. خليكي عاديه جدا، تعاملي مع الكل، الحلو قبل الوحش، ولكن بحدود. اي شخص طول ما انت بعيده عنه هيكون كويس، وتقدري بأدب تخلي اهل زوجك لا يتدخلوا في لبسك ولا في اكلك ولا في شربك ولا في اي حاجه. بس اهم حاجه زوجك نفسه. ما هو انا بختار الشخصيه قبل ما اختار المكان. ما هو لو شخصيه ما بيخليش حد، ما يقبلش حد يغلط فيا، بس مش كل يوم بقى شكوى، مش كل يوم اشتكي له فلانه قالت لي، دي فلانه عادت لي، دي فلانه، مش كل حاجه. بصي هقول لك على حاجه، لكل شخص كده رصيد. فلانه غلطت فيا مره والتانية والتالتة والمية، كل ده انت ما بتتكلميش، انت بس يعني ايه، ممكن تغلط فيكي، تقولك كلمه تضايقك، تقولك مش عارفه، انت عرفتي كده ان هي مش كويسه من ناحيتك. لو عملت حاجه بقى بينه واضحه، يعني وقفت قدامك كده وقالت لك انت يا حماره، ساعتها بقى بيزعلي ودخلي جوزك ومش عارف ايه والكلام ده. لكن طول ما حد بيتكلم من وراكي، او انت حتى بيتكلم قدامك بهزار، او ما يجرؤش ان هو يقولك الكلام كده علنا، لا تشتكي ولا تدخلي جوزك ولا تقاطعيه ولا الكلام ده كله. عموما القطيعه مش حلوه لما بتكون في بيت عيله او في بيت واحد. عموما انتوا ساكنين في بيت عيله عشان تبقوا قريبين لبعض، عشان لما حد يتزنق في حاجه، في موقف، حد يحصل معاه مشكله، تبقوا قريبين لبعض. مش محطوطين في بيت عيله عشان تخانقوا في بعض، وما بكلمش دي ومخاصمه دي وشايله من دي. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير كتير جدا، واعملوا فولو للبيج ومنشن بقى للناس اللي هتسكن في بيت عيله. يلا باي.